مؤخرا لا، انا في ناس بتعمل شيفت كارير بطريقه كبيره جدا، ان هو بيسيب شغل الطب تماما وبيتفرغ ان هو يدرس الماني عشان حاجتين: يا اما هيسافر يكمل بره، يا اما هيشتغل بالالماني في مصر. مؤخرا بقى سوق العمل في الالماني المرتبات مغريه جدا، يعني اللغه قويه في بناء، لو وقع يعني الجمله وقعت ستراكشر ملهاش معنى. انا كنت اول مره اعرف ان في لغه اوروبيه ليها اعراب. مش اعراب قوي، بس حاجه زي الاعراب العربي دي مش موجوده فعلا. ان انت تعربي او تحطي الكلمه في مكانها وتبتدي تشكليها على شكل المكان اللي هي فيه ده، بقى اللي هو اي حد بيتعلم الماني هيبقى فاهم، اللي هو النوميناتيف والاكوزاتيف والداتيف. لا، هي لغه سوليد، يعني مش موسيقيه زي الاسباني، مش رقيقه زي الفرنساوي، مش سهله زي الانجليش. لا، هي لغه سوليد جدا، قواعدها كتير جدا، محتاجه منتاليتي قويه او اراده، لان انت في الاول هتاخدي كام قواعد مش موجوده في اي لغه تانية. زي مكان الفيرب هو اصلا بيبقى الناس انلوجيك، يعني ايه انا اكون بتكلم واحط الفيرب في الاخر، طبعا في كيسز معينه مش على طول، فبالنسبه للعقل انا هنساه اصلا. ده مايند ماب. هنا هنتكلم عن الحياه والبزنس، اداره، مبيعات، تسويق وغيرها من المجالات. مايند ماب هو مكان هنسمع فيه وجهه نظر عقول مميزه وعندها معلومه حقيقيه. اهلا بيكم في حلقه جديده من مايند ماب. النهارده معانا ضيفه فيري سبيشال، بالذات بالنسبه لي. معانا اول انستراكتور فيميل الماني في اسكندريه، وبالنسبه لي هي الانستراكتور بتاعتي، فانا هنا طالبه مهذبه. معانا استاذه ايمان الغندور او فراو بقى ايمان الغندور. عامله ايه ميرا؟ الحمد لله، مبسوطه اني شفتك. انا مبسوطه ان انتي هنا في دمياط، يعني انا بالنسبه لي ايه ده. انا جايه سبيشال والله عشانك، بس ماشي. الاخبار اخبارك ايه؟ عامله ايه؟ كله حلو، مبسوطه بالشغل ومبسوطه بالتقدم اللي انت فيه، والدماغ والاتيتيود والتيم وكل حاجه تحفه بصراحه. الله يكرمك، الله يكرمك، بالتوفيق. شكرا ليك. قولي لي بقى رحله الالماني بقى معانا بدات ازاي؟ بصي، هو انا كنت ثانويه عامه اصلا الماني، سوري، كنت ثانويه عامه واخده اللغه التانية الماني. من هنا لما جات لي كليه ألسن قررت ان انا هكمل على تراك الالماني، عشان كمان كان سبيشال جوه الكليه، كان فيري رير، كان القسم صغير جدا. حلو. وانا كانت دماغي شويه عمليه من وانا صغيره، اللي هو ايه الاقليه، ايه الحاجه الرير، ايه الحاجه اللي هتبقى بعد كده عدد قليل فهتبقى مطلوبه. يعني انا اولى كليه انا مقرره ان انا هبقى بيزنس وومن، هشتغل، يعني ده كان التارجت. وفعلا لما دخلت الكليه هو اصلا جت بالصدفه ان اللي كان واخد الماني في ثانويه عامه هو خلاص اجباري بقى هيبقى قسم الماني. كان اجباري خلاص قسم الماني. ليه كان ليكي انجلش بس خلاص انجلش كان اعداد كبيره، فقلت لا خلاص خلينا في الالماني. وابتدينا بقى، يعني ابتدينا بس وانا في الكليه خلاص انا عارفه انا هبقى فين. كنت دايما بقول انا عمري ما هبقى مدرسه، مش شخصيه مدرسه، انا مش هقدر. مش عايزين انا فضايح، مش هينفع بجد. كنت فعلا من دي وان انا مش هشتغل مدرسه، صعب جدا وخلقي، والموضوع فعلا بشوف قد ايه الدكتورز بيبذلوا مجهود. لا انا صعب، هشتغل اي حاجه بقى. كنت بقى هشتغل ترجمه، هشتغل في السياحه، انا اشتغلت كل دول، بس كان التارجت بتاعي انه لا انا مش هشتغل مدرسه. واول ما اتخرجت ما اشتغلتش مدرسه. ده بجد، يعني من وانا تقريبا في الترم التاني في سنه رابعه انا خلاص انا متسيستمه في اماكن معينه طالبيني، هتخرج هشتغل في كل الاماكن دي بدي كورسات. حلو جدا. بدأتي تاخدي الكارير بتاعك ايه بقى؟ كان نقطة التحول بتاعك ان انتي من حد بيتعلم لحد بيعلم. سؤال صعب جدا، مش صعب يعني، هو سؤال مهم. بصي، هي التراكس هنا توصيل المعلومه، ان انا شخص انا باخد معلومه وبدور انا بجيبها منين كطالبه، وازاي اجيب المعلومه، وازاي عشان عندي امتحان، وازاي عشان اذاكر وابقى مثلا اجيب تقدير كويس، وزي ما انا المعلومه دي انا اللي هديها. توصيل المعلومه وبالذات في اللغات موضوع مجهود بجد، يعني مجهود صعب لازم، عشان هو الفرق ما بين اصلا التيتشر او الانستراكتور الشاطر من العادي هو مش لانجوج. على فكره انا ممكن يكون اللانجوج بتاعتي اقل من حد تاني، انا ازاي بعرف اوصل المعلومه اللي قدامي وياخدها مني ويطبقها صح. هي توصيل المعلومه، وانت تقدري تكملي في الحته دي. انا ما استنكرش اقول حاجه. يعني كملي. كنت بتاخدي المعلومه ازاي يا ميرنا؟ كنت بتاخدي المعلومه ازاي يا ميرنا؟ انستراكتور مهمه جدا. بتكلم الماني فلوينت. فكريني كده كلمتين كنت بتقوليهم تكني دانكي بس. شكرا. طيب الألماني أصلا كلغة مع سوق العمل يعني انتي بتشوفيه ازاي حاليا؟
بصي، هو زمان كان اللي بيتكلموا الماني قليلين جدا، وفرص العمل كتيره بالنسبه لهم، بس كانت برضو فرص العمل قليله. زمان ده لو انا بتكلم مثلا 2010 2011، الفتره دي كنت انا لسه في الكليه، وكان لسه الالماني ابتدى يطلع، يبقى في ماركت الماني مش كبير بس موجود ومهم. حلو. وكان الجيرمان سبيكر مش كتير، اللي هو كنا احنا اصلا في الكليه ما كانش فيه زي دلوقتي بقى كورسز ومراكز واماكن وكله، والالماني بقى ترند اصلا دلوقتي. فزمان كان الفرص مش كتيره قوي، برضه تعتبر قليله، بس كانت بتبقى نسبه يعني بالنسبه للاعداد اللي بيتكلموا الماني كتير. دلوقتي اللي بيتعلموا الماني كتير، والفرص كتير جدا، الماركت الالماني مفتوح بشكل كبير جدا دلوقتي. بيجيلك طلبة كتير. انا كنت واحدة من ضمنهم. ايوه. فايه بقى المجالات اللي بتجيلك عامة بيبقوا عايزين يتعلموا ألماني بحيث ان هو يساعدهم في مجالهم؟ بصي دلوقتي الالماني بقى مفتوح جدا، يعني انا مثلا انا كنت زمان بسمع الكلام ده ما بصدقوش، ان الدكاتره وسبيشلي بتوع الاسنان والبيطري والصيادله بياخدوا الماني. كنت يعني من 4 5 سنين بيجي لي شريحه صغيره جدا، بس بقول عادي بياخدوها مثلا جنب الدراسه، بياخدوها عشان تبقى حاجه مثلا سايد وورك. مؤخرا لا، انا في ناس بتعمل شيفت كارير بطريقه كبيره جدا. انا فعلا لو انا مش في المجال انا مش هصدق ده، ان هو بيسيب شغل الطب تماما وبيتفرغ ان هو يدرس الماني عشان حاجتين: يا اما هيسافر يكمل بره، يا اما هيشتغل بالالماني في مصر. وببقى فعلا بسالهم: طب انت تعبت 7 سنين او انت كصيدله 5 سنين؟ حرام يعني، مجهود مم. كبير جدا، وفي الاخر انت كنت اكيد حلم عندك تبقى دكتور. مؤخرا بقى سوق العمل في الالماني المرتبات مغريه جدا بجد، يعني فعلا السوق اتفتح بطريقه كبيره، ومرتبات ستارتنج مثلا من 28 اب تو معاكي لحد 35 40. فهو بالنسبه له لا خلاص انا عادي، يعني انا في الاخر دكتور وهعمل شيفت كارير مفيش مم. مشكله. فدي شريحه، في شريحه المهندسين بياخدوه لو عايزين يشتغلوا في شركات الماني، عايزين يسافروا في الغالب بيبقوا كله بياخد ليفل معين، بيوصل ليفل معين عشان يسافر. كل المجالات بتاخده، مفيش حد بيجي لي. كل الخريجة مثلا تجارة بياخدوه عشان لو عايزين يعملوا شفت كارير يشتغلوا في مجال الكول سنتر، مم. مرتباته عالية جدا. سياحة فنادق بياخدوها عشان عايزين يشتغلوا في مجال السياحة. فهي بقت لغة مؤخرا، يعني هي بتنافس الانجليش خلاص. هو اوكي انا معايا انجليش، بس لا الماني عشان الريت بتاع السالاريز اعلى. يعني انتي مثلا بتقولي ان في ناس كتير بتسافر، ايه المستوى اللي مطلوب اصلا للسفر؟ بصي الماني مانيمم، يعني هي دي من الحاجات الحلوه ووحشه للسفر. المانيا مش وحشه، هي صعبه، مش فكره بتسبب ان انت بتبقي محتاجه وقت. يعني في بلاد بتسافري خلاص. المانيا مفيش لانجوج، مفيش سفر. يعني انا لما باجي اساعد الناس، عارفه مفيش رسمي مفيش بوسي. في بوسي. بالظبط. فعلا مفيش الماني مفيش مفيش سفر. سفر. يعني انا اي حد بيجي عايز يسافر، اول حاجه بسالها له: معاك لغه؟ اه. طب معاك شهاده لغه من مكان معتمد؟ اه. يلا نبتدي بقى نشوف بقيه الاوراق. يعني ده بيجي طيب وبعدين بعديه بقيه الاوراق. ايه بقى المراكز اللي معتمدة بالنسبة لألمانيا او الدول اللي بتتكلم ألماني في السفر يعني؟ خلينا نقول الامتحانات المعتمده مثلا قصدك. اه. مثلا الامتحانات المعتمده طبعا هي جوتا، امتحان جوتا سيرتيفيكات، ده معتمد عالميا. في امتحان الاي اس دي، ده هو امتحان نمساوي بس برضو معترف بيه في جامعات وفي برضو البلاد كلها اللي هي بتتكلم الماني، سواء المانيا النمسا سويسرا. وتالك. ايه بقى الفرق ما بينهم؟ يعني انا ليه اقدم على الامتحان ده وما اقدمش في على فرق الامتحان؟ مؤخرا، مبقاش في فرق، هو بس اماكن مختلفه. زي ما انت مثلا بتاخدي الانجليش من الامريكان كونسل والبريتش كونسل، وفي الاخر الاثنين معتمدين، او ايلتس توفل بس مثلا. انا ما كنتش اعرف غير جوتا. مؤخرا ما هو الاي اس دي كان موجود من زمان، بس الشهره بقى فخلاص هو الطلب على الالماني كتير، فالناس عايزه تمتحن كتير. جوتا لوحده بالاماكن او ما عادش كافي ما لوحده. عادش كافي، لان هو برضو مش الدنيا مش مفتوحه، انت في مواعيد معينه باعداد معينه. طب الناس التانية، في ناس كتير بتتعلم الماني، فبقى في جوتا، في اي اس دي، وفي تالك زمان ما كانش موجود في مصر اصلا. طيب يعني الناس اللي بتتعلم ألماني أو الناس اللي بتحاول تدور على منح، ازاي مثلا بتقدري تساعديهم في النقطة دي؟ بصي هو هرجع اقول لك تاني انه انا بدايه مساعده اي حد اتعلم الماني، لان انت من غير اللغه انا مش هقدر اسبورتك في اي سفر ايا كان بقى المنحه. هتسافر تكمل تعليم، هتسافر تاخد كورس مثلا هناك لغه وترجع تاني، هتروح تعمل حاجه اسمها اوس بيلدونج، ده تدريب مهني بياخدوه معظم الناس حتى المتخرجين، بتساعده ان هو يكمل دراسته في مجال غير المجال اللي هو فيه. كان مثلا حد في كليه تجاره كان حابب اي تي، بيروح يعمل هناك اوس بيلدونج اي تي. حد مثلا، يعني مجالات كتير بتتفتح هناك. فدي ليها حاجه اسمها اوس بيلدونج ايكوال للتدريب المهني في مصر. عشان اصلا تستارت تفكر، للاسف انا لازم اخليك تاخد لغه الاول، فانا بساعده الاول ان انت خد اللغه، بساعده في ترجمه ورقه
لازم يبقى ورقه مترجم وموثق من الخارجيه المصريه. ففي يعني عيب المانيا وميزتها ان هي سفر ليها منظم قوي وتفاصيله كتير، بس وانس ان كل ده اكتمل خلاص انت هتروح يعني تبني مستقبلك بشكل لطيف جدا. في هناك فرص اصلا للسفر كتير جدا كتير جدا، مطلوب كل المجالات، عقود عمل. اللي عايز يسافر وهو لسه مش جاهز قوي للعمل سهل جدا يسافر على منح او اوز بيلدونج او تدريب مهني، و3 سنين وبيبتدي يشتغل. وحتى اللي بيسافر على منح بياخد مرتب، فانت هيبقى كانك بتشتغل وبتدرس. مطلوب يعني هات انت اللغه. يعني دايما بيكلموني اقول لهم ابذلوا مجهود في اللغه والباقي خلاص سهل. يعني انت اللي عليك اللغه، لان انا مش عارفه اعمل لك حاجه في اللغه، الباقي ورق فخلاص سهل اجراءات. هل الالماني اصلا لغه صعبه سهله متوسطه؟ انت ايه تجربتك مع الالماني؟ معلش رايح جاي إيه؟ الاسئله رايحه جايه ولا لا انا شخصيا تجربتي كنت بحس ان الفوكاب فيه صعب، او يعني والكلمات عامه كبيره ماشي. تقيله، النطق مختلف خالص بعيد كل البعد عن الانجليزي. تمام. كانت ايه اكتر حاجه بتسهل لك اللغه؟ طبعا الانستراكتور الجامده جدا. كنتي بتحبي اللغه ولا لا يعني؟ طبعا كنت بحبها. كنتي بتحبي الكورس؟ كانت ايه اكتر حاجه بقى بتشدك في الكورس؟ ادي تجربتك ادي الريفيو بتاعك الحقيقي. يا باشا حقيقي. لا 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 والله ما شاء الله. يعني من الحاجات، بصي ممكن انا اشتغلت في مجال مش محتاج لده قوي، بس لسه عندي الباشن برضو ان انا لا انا عايزه اخد الماني برضو. أيوة. انا عايزه يبقى معايا اللغه دي. حاسه ان هي ممكن تفيد بعد كده بنتي، لو ما فادتنيش هتفيدي النيو جنريشن اللي بصي هو الجيرمان اصلا لغه المستقبل، فدي حقيقه. يعني انت الانجليش بعد كده خلاص كل الناس بتتكلم انجليش، فهيبقى بعد كده مين بيتكلم الماني؟ ده مؤخرا يعني بالذات في مصر ان سوق العمل خلاص بقى بيطلب انجليش ولا الماني. طبعا اللغات التانية مطلوبه، انا مش بقلل من اي لغه تانية، بس بقى عارفه ترند مين بيتكلم الماني. مدارس كلها بقت مدخله الماني لغه تانية، معلومه فعلا مؤخرا اخر 4-5 سنين. كل المدارس كان زمان مثلا الالماني ده في مدارس معينه والفرنساوي هو اللغه التانية، دلوقتي خلاص كله لغه تانية الماني، لانه خلاص هو مجرد ما يكبر المدارس بقت كمنتاليتي عارفه ان هو الطالب ده لما يكبر هيبقى محتاج الالماني، فانا ليه ما بقاش مميزه واديهوله من هو صغير. فهي فعلا بغض النظر عن اي حاجه هي لغه بعد كده هتبقى خلاص هي والانجليش زي بعض. طيب يعني انت برضو بتقيميه ايه؟ صعب سهل؟ طبعا هي لغه صعبه جدا وتفاصيلها، هي لغه سوليد يعني مش موسيقيه زي الاسباني، مش رقيقه زي الفرنساوي، مش سهله زي الانجليش. لا هي لغه سوليد جدا، قواعدها كتير جدا، يعني مش اي منتاليتي تقدر تستوعب كم القواعد دي بجد. برضه يعني مش هنخش في تفاصيل قديمه. بس محتاجه منتاليتي قويه واراده، لان انت في الاول هتاخدي كم قواعد مش موجوده في اي لغه تانية. زي مكان الفيرب هو اصلا بيبقى الناس ان لوجيك، يعني انا كنت بتكلم احط الفيرب في الاخر طبعا في كيسز معينه مش على طول، فبالنسبه للعقل انا هنساه اصلا. انا فاكره ان انا كنت بحس، معرفش ده حقيقي ولا لا، بس كنت بحس ان هو في تشابه ما بين التقل الالماني وتقل اللغه العربيه على حد مش عربي. يعني لو حد مش عربي بتعلم لغه عربيه انتوا بالظبط. يعني بالنسبه لك انت كحد اجنبي بيتعلم الماني، وحد مش مصري او مش عربي بيتعلم عربي. دي حقيقه، لان هما الاثنين شبه بعض في انه في قواعد. يعني اللغه قويه، مش لغه بتتكلميها وخلاص بتحطي اي حاجه جنب بعض كونتي الجمله، فهمت؟ في ستراكشر، في بناء. لو وقع يعني الجمله وقعت ستراكشر ملهاش معنى. انا كنت اول مره اعرف ان في لغه اوروبيه ليها اعراب. يعني انا كانت بالنسبه لي الالماني مش اعراب قوي، بس حاجه زي الاعراب العربي دي مش موجوده فعلا. ان انت تعربي او تحطي الكلمه في مكانها وتبتدي تشكليها على شكل المكان اللي هي فيه. ده بقى اللي هو اي حد بيتعلم الماني هيبقى فاهم، اللي هو النوميناتيف الاكوزاتيف والداتيف. قصه حزينه لما كنا بنشتغل الكورسات البيجنرز، لا يعني بجد احنا بنقعد فتره طويله نقنع الطالب انه دي معلش ده كانه اعراب. في الكارثه الثانيه عندنا في الالماني الارتكل او الاداه اللي هي أداة التعريف، يعني زي الذا بالانجلش او الالف واللام في العربي. يعني بالعربي برضو شبهها شويه، لان في مثلا لام الف ولام اللي هي الشمسيه والقمريه. يعني في حاجتين بس ليها برضو كونسبت، يعني برضو بالعربي ليها كونسبت، الالماني للاسف لا. انت تحفظ الكلمه زي ما هي. دي من الكوارث اللي بتقابل اي حد في الاول في الالماني، بيتصدم بس بعد كده بيتعود. يعني لو خلاص عنده الاراده او عنده هو حاجه بيتعلم عشانها الماني
بيكمل، ما عندوش لا ما بيكملش. دي حقيقة. طبعا وهنرجع برضو لنفس تجربتك. فمن الحاجات الصعبة في الألماني لو سألتيني ايه أصعب حاجة في الألماني هقولك بالنسبة لحد بيتعلم مش بيتكلمها الارتكل. انت يعني تحفظني الكلمة بالألف واللام بتاعتها، لأن الألف واللام ملهاش قاعدة. يعني مش هتلاقيه بتقولي لي دي ليه بتاخد دي او ليه بتاخد اقول لك ما هتحفظيها كده. فتخيل انت تحفظي كلمات لغة كاملة، لغة هتتكلميها هي بلت ان بالارتكل بتاعتها، يعني اعتبريها هما حاجة على بعض. انا كنت فاكره ان انا كنت ما بحاولش افصل بالظبط. اصلا اداه التعريف وبحفظها اصلا باداه التعريف، بالظبط. وبعد كده بشوف بقى هل هي محتاجه في الجمله اداه التعريف ولا لا. يعني بغض النظر عن الجزء الاخير اللي انت قلتيه ملوش علاقه باللغه، بس هو الجزء الاولاني هو ده الصح، هو ده اللي بنحاول. يعني لو حد بيدرس شاطر او مش شاطر هو مش هيستسهل، هو ممكن اكيد كل مدرس عارف المعلومه دي، بس في ناس بتستسهل خلاص فعلا الطالب قدامك بينهار، فانت محتاجه تبرري له اي حاجه. فبيستسلموا، المحاضر بيستسلم. لو انت فعلا قادره تسيطري على الطالب خلاص انت من الاول عارفه زي اللي بيتعلم رياضه وجمباز وبتفضلي تتني رجله وايده وحركات عشان خلاص يبقى مرن انه يتحرك بسهوله. هي كده انت من الاول عيط، هي كده. خلاص. طب ايه اكتر ممكن نقول عليها فيتال ميستيك او الحاجات اللي كلنا بنغلط فيها في الالماني؟ ما هي بقى موضوع الارتكل، لان مثلا هم مقتنعين انه الدي مذكر والدي مؤنث والده اسمه حيد، ده اختراع فاشل معرفش مين قاله، ده اختلاقات من الطلبه عشان يسهلوا هم ضميرهم بيريحوا. يعني ما فيش مذكر ومؤنث؟ ما فيش. فهو مثلا هو شايف مثلا ان التيش دي الترابيزه دي مؤنثه، فهو دي تيش يا حبيبي ايه مالهاش علاقه، هي دير بقى للمنتاليتي بتاعته هي مذكر. فنخش بقى في قصه كده نيجوشيشن، احنا نو نيد، ما عنديش ده غلط، انت بتحفظها على بعض، ما تحطهاش في مؤنث ومذكر ومحيد عشان هتبقى غلط في الاخر. في رحلتك بقى كمعلمة مش هقول فراو عشان ايوه عشان مش كل الناس هتعرفها. ايوه. بس كفراو يا ستي ألماني، ايه بقى نوع الطلبة عندك؟ انتي معلمتيش أطفال قبل كده؟ انا عارفه قدراتي من الاول. انا شايفه ان المحاضر او المدرس اللي بيشتغل كيدز اللي هو مثلا احنا بنتكلم 10 سنين ونازل، او انا اشتغلت 12 سنه اللي هو رينج ال 12 13 ده اشتغلت، اللي هو 11 سنه او 10 سنين ونزل، ده عايز حد قوي جدا منتاليتي ان هو يقدر يسيطر على السن قبل ما يديله اللغه، يعني يعرف يتعامل مع الطفل اصلا كطفل قبل ما اكون مدرسه واديك لغه. انا يعني بحس انه ده محتاج فيشل تريتمنت وفعلا افورت وطاقه. انا بحب الطالب الكبير، كليه ثانوي حد يعني ابر وخلاص بقى، يعني هو بيبقى جاي عايز يتعلم اللغه وعارف عايز ايه وانا عارفه انا عايزه ايه، بنقف في سيشن تو ذا بوينت يعني على طول. والسن الاصغر زي مثلا 12 و13 دول لطاف، دول بيبقوا على فكره ان بتوين، يعني دول انا بتعامل معاهم كانهم كبار، هو فاهم هو جاي مش جاي استيعابهم بيبقى اقوى من الكبار، اقوى من الكبار واذكى من الصغيرين. الصغير سريع بيتعلم بسرعه لان هو ما عندهوش النيجوشيشن انه يفكر ليه، هو بيلقط منك اوكي قلت صغير خالص. الكبير خلاص هو عنده حاجات تانية ومشاغل تانية، عنده كليه عنده امتحانات عنده شغل عنده بيت، فهو معايا بنص مخ او بربع مخ. السن ده هو جاي ما وراهوش غيري، فهو بيبقى اذكى مش اسرع، بيتعلم بسرعه جدا. واكتر حد تاخدي منه نتيجه، يعني عايزه تشوفي مجهودك بيبان جدا في سن من 12 لحد 16. طيب بالنسبه للناس اللي بتبقى بتفكر في السفر وكده، ايه المستوى اللي انا المفروض اوصل له؟ مينيمم في الالماني مينيمم بي اينس اللي هو البي 1 المطلوب دلوقتي. معظم الحاجات ده اللي هو كم خلصتي اي 1 ده هو على فكره ستاندرد اللانجوج عندنا في الدوتش، هو الانترناشونال ليفلز بتاعت كل اللغات، حتى الاسباني حتى الفرنش، ده ستاندرد اللي هو الاي 1 وده بيبقى جواه 3 سب ليفلز، وبعدين الاي 2 برضو تحتيه 3 سب ليفلز، وبعدين البي 1 وبعدين البي 2. فمينيمم بي 1. حاجات كتيره دلوقتي منح ودراسات بتطلب مينيمم بي 2. كان زمان يعني كان بتمشي بي 1 في كليات معينه وفي معاهد معينه ومنح معينه. مؤخرا لا خلاص، ما بقولك الاقبال زاد خلاص، انا عايز، فخلاص هي بالنسبه لها في ناس كتير، فخلاص بقى انا ليه ما عليش الليفل بالظبط، بحيث ان انا انقي الناس الشاطره. يعني الماني بقى والثقافه الالماني والالمان، يعني احكي لنا بقى على تجربتك مع العمل مع المان. انت اشتغلتي مع المان قبل؟ حاليا بشتغل مع المان اصلا، يعني هاف يعني هاف مصريين والباقي المان. ايه بقى الفرق ما بين الشغل مع مصريين والشغل مع المان؟
بصي، هو المصريين احنا بنشتغل بالحب، بجد بالحب يعني. طبعا ده مش معناه ان مفيش مسؤوليه، واحنا مسؤولين، بس في الاخر لو انا مثلا انا ببعت ايميل لمصري غير من ببعت ايميل لالماني. ببعت ايميل لمصري عادي ممكن اكون بشرب قهوه وبعمل حاجه تانية وبكتب له، هو خلاص هو هيفهم. يعني انا هبعت له ميل فيه تاسك معينه، هو حتى لو مش كاتبه كل الانفو بتاعه التاسك هو هيكمل. يعني احنا عندنا حته التاتش بتاعنا دي. الالماني انا لازم اكتب كل التفاصيل كلها ومركزه جدا، لان لو في كلمه ما عجبتوش هو هيسيب الميل كله وهيسيب التاسك. ما الكلمه دي مش صح، طب يعني في بقيه التاسك. فهم بيهتموا بالتفاصيل جدا، ودي ميزه وعيب. ان هم مسؤولين قوي، بتاخدي من وراهم شغل صح جدا وبيرفكت جدا. في نفس الوقت هم مرهقين ذهنيا، يعني في حاجات ممكن تعدي على فكره عادي، مش هتاثر في مسيره الكون ولا في مسيره الشغل. فهم ميزه وعيب، ودي حاجه انا خدتها منهم، وهي ميزه وعيب برضو. يعني انت بقيتي بتركزي في في التفاصيل. التفاصيل جدا، فانتي في الشغل انا مركزه في التفاصيل. انا عيني بيخش تعمل سكان لكل حاجه غصب عني، خلاص انا بقيت متعوده عشان انا بعمل معاهم كده. فبقيت انا بعمل خلاص، يعني انا داخله كل حاجه في الاوضه انا شفتها خلاص. في الحياه بقى الشخصيه بتبقى صعبه، حاجه صعبه جدا. في الشغل لطيف خش في حياتنا بقى في تفاصيل مش المفروض فيها. الست الألمانية بالظبط. حولتي للست بقى الألمانية فاهمه انتي، تخيلي بقى منتاليتي مصريه وست ألمانية. وبالظبط ميكس منتاليتي المانيه، فالموضوع بيبقى صعب على اللي بيتعامل معاكي. طبعا. خليكي مكانك. مصري وألماني. بالظبط. ازاي بقى انا كبيجنر ابدا بقى في اللغه؟ يعني انا حد ما اعرفش اي حاجه في الالماني، very interested، سامع ان هو بيفتح مجالات كتير. ايه الخطوات اللي انا المفروض اخدها يعني؟ السؤال ده لطيف جدا، عشان انا يعني حابه اتكلم فيه كمان بشكل بسيط. مؤخرا في ظاهره كده بتاعت السيلف ستادي، اللي هو الكورسات مثلا. في ناس شايفاها غاليه، في شايفين انه انا ليه اروح مثلا من الاول ادفع ألوفات، فخلاص انا هبتدي من الاول بعدين اكمل. الالماني العكس، كارثه السيلف ستادي في الاول. لان زي ما قلنا من شويه ان هي لغه تفاصيلها كتير كتير قوي، ومش هتفهمها لوحدك مهما كان السورس قوي. مش هتعرف تلقطها لوحدك. فانا دايما بقول ان انت لسه هتبتدي، لو عايز تذاكر سيلف ستادي ابتدي من اول البي اينس او البي 1 اوكي ساعتها. لكن الا اينس او الاي 1 والاي 2 سيلف ستادي خلاص انت هتبقى سوليد، انت هتبقى بنيت صح وعندك كل الانفو والبيزكس. خلاص انا هبني البيزكس. ما ينفعش تحطها من دماغك او لوحدك، لان انت بتلقط من مين، بتستوعب المعلومه من مين. بس في ناس ما بيبقاش متوفر عندها مراكز مثلا الماني او بصي مؤخرا في المراكز في كل حته، بس لو ما فيش في اونلاين، في اصلا فيديوز، يعني فيديوز تعليميه. انا مش بقولك لازم تلقطها من حد ان انت تاخد كورس لايف في مكان، لا يعني لازم يبقى سورس، حد اللي بيديك المعلومه، مش كتاب، مش بي دي اف، مش اوديو سمعته وخلاص. لان انت في الاخر هتلقطه انت مش فاهم ده ايه سببه، طب ايه البيزكس بتاعته، طب انا قلت الاستراكشر ده بناء على ايه، طب الكلمه دي جت منين. فلو انت بنيت غلط في الالماني من الاول اكيد هتيجي في النص ومش هتكمل، لان انت هتحس في ويك بوينتس كتير وانت من جوه فاضي ومش مبسوط. الالماني من اللغات اللي انا لو مش شاطره فيها عشان هي لغه قويه والنطق صعب وفيها كمان تفاصيل كتير، فحس ان انا مشوش، لا خلاص مش هكمل. طب الالماني اصلا الثقافه الالمانيه او الكالتشر الالماني اللي هو مثلا يعني مثلا الفرنساوي تلاقي فيه اغاني بالظبط، زي ما بقول لك الاسباني مثلا لغه اصلا ميوزيكال يعني. لا انا بتكلم على الثقافه بقى. هل هم عندهم كلتشر او ادب او حاجه مثلا ممكن كتاب اقعد اقرا فيه مثلا فاحس ان هو بيقوي لي اللغه وفي نفس الوقت انا باخد انفو؟ انت قصدك السورس. بصي هم الفن عندهم شويه مش زي يعني، لا مش احسن حاجه، مع ان في شباب بحسهم بيحبوا يسمعوا الراب والاغاني الالماني، بس مش الفن اللي تسمعيه. بس هم عندهم الليتراتور او الليتراتشر رهيب. اللي هو ايه بقى؟ الليتراتشر يعني كتب الادب عندهم، لا يعني تقعدي تقري، بس طبعا ده عشان توصلي تقري فيه بتبقي بي 2 عشان تعرفي تستوعبي الادب الالماني اصلا قوي جدا. عندي بقى مشكله، لما كنا بناخد الكورس انا فاكره ان كان في حاجات تقول لنا اصل هي في سويسرا بتتقال كده بس في المانيا بتتقال بس في النمسا بقى. طب ما يعني هي مش لغه واحده؟ بصي هي دي يعني كونسبت شويه منطقي. احنا في مصر بنتكلم لغه عربيه، في دول الخليج بيتكلموا لغه عربيه، شمال افريقيا بيتكلموا لغه عربيه. هل انت كميرنا من مصر وانت بتتكلمي مع اكس او واي او زد من المغرب بتفهميه او بيبقى العربي بتاعه زيك؟
لا طبعا. طيب قابلتي حد من سوريا او من مثلا من الخليج بقى، اللي هم السعوديه، الكويت، قطر؟ بيبقى فيه كلمات مش مفهومة. هو بيتكلم لغه عربيه، هي المذر مم. لانجوج عندك، هي المذر لانجوج عنده، هي المذر لانجوج في شمال افريقيا. مم. الديالكت بقى او الاوسبراخ، المخارج، الحروف، الاكسنت، بنقول عليها اللكنه مم. بالعربي، مختلفه تماما. مم. واسهلهم الالماني واصعبهم السويسري. وعايزه اقول لك ان الالماني بيبقى صعب عليه فهم السويسري. زي ما انت دلوقتي خليكي تتكلمي في التليفون مع واحده من المغرب، هتفهمي 3-4 كلمات كارثة. والباقي كله مش موجود. 3-4 كلمات مش هيبقوا زي العربي اللي احنا بنتكلمه، انت هتلقطيهم بالشبه. نفس الفكره بالظبط. هو في الاخر بيتكلم الماني في سويسرا، بس يعني يعني مخارج الالفاظ مختلفه، المعنى مختلف، الطريقه مختلفه، اللكنه مختلفه تماما. زي احنا عندنا في مصر اصلا نفس المشكله دي. انت لما تكلمي حد من الصعيد غير حد من القاهره، غير حد من وجه بحري مثلا، فاللكنه نفسها مختلفه. مثال بسيط جدا، كلمه هلو، اللي هي هلو بالانجلش، هلو بنقولها في الدويتش عادي على فكره. تعالي مثلا سويسرا بيقولها جريوتسي، حروف مختلفة، النطق مختلف، يعني ملهاش علاقة أصلا بهلو. بالكلمة. يعني انت لو انت مش فاهمة لانجوج، أيوة أكيد مش هخمن إن هي هلو. يعني دي لو أي كلمة تانية اتقالت بأي لغة زي هولا مثلا في الأسباني، خلاص انت مش بتتكلمي أسباني بس فهمتي. فاللكنات جوه الدخ لندر، أو اللي هي البلاد اللي بتتكلم بالألماني، كانت مختلفة. سويسري صعب جدا، ألماني بيتفهم، النمساوي ان بتوين لان هو واخد من الالماني المانيا، وليه برضو كلمات خاصه بيه بس مفهومه شبه اللي بيتقال في المانيا، بفروق بسيطه. انتي بقى كأول فيميل بتدرس في اسكندرية ألماني، الدنيا كانت عاملة ازاي معاكي؟ بصي لما انا اتخرجت 2013 كانوا في فيميلز كتير، بس ما كانوش بيختاروا مجال التدريس. كانوا يعني بيروحوا على الكول سنتر اكتر لان هو كان الاسهل والمرتبات الاعلى. انا طبعا يعني ما اعرفش رحت ليه التدريس، بس يعني انا اخترت هو المجال ده. انا شايفه انا لازم اطلع جنريشنز. دخلت بقى المجال ده، كنت أنا صغيره جدا سنا وصغيره شكلا وصغيره خبره وصغيره كل حاجه. لو انا معايا الماني، متخرجه من ألسن، هوب انا معايا الماني، انا دخلت الماركت، انا هشتغل. متخيله ان الموضوع محتاج لانجوج وانا ويلا. قويه جدا بقى وجامده جدا وهتصرف فيكم كلكم. دخلت لقيت ان الموجودين في الماركت هم مش كتير، بس هم كلهم رجاله وقدام وكبار. في منهم كان بيسبورت طبعا، مش هنكر، يعني في منهم عادي، وفي منهم اللي هو يعني مش سايبك او مش بيضايقك، بس هو مش مستوعبك انت بتعملي ايه في الماركت. فطبعا كان في كونفليكت رهيب يعني، وكان في حاجات كتير اللي هو انت لسه بقى صغيره وفاكره ان انت عشان انت كويسه فهيبقى المجتمع بره كويس، وانت عشان انت شاطره الناس هتسيبك، يعني الاحلام الورديه والبابل زون دي. اكتشفتي بقى انه لا، يعني خلاص هو الماركت بيبقى فيه كونفليكت ولازم تثبتي نفسك عشان هم يحترموكي. بغض النظر بعد كده بقينا اصحاب، الدنيا بقت خلاص علاقات قويه جدا كمان، وبيلجأوا لي وبلجأ لهم وبيدوني شغل وبديهم شغل، والحياه ماشيه لذيذه جدا. بس ساعتها كان السن بيلعب دور جدا. عايزه اقول لك ان بدون ذكر اسماء انه يعني هو حد بقى فريند جدا بالنسبه لي دلوقتي، كزمايل كمان شغل. ان انا اكتشفت ان مدرسي انا في ثانوي في وقت من الاوقات خلاص احنا قاعدين هو على ترابيزه واحده، زي الترابيزه دي كده بالظبط. ترابيزه واحده بقى في ميتنج واحد وبنشتغل لا شغل واحد. بتدرسك في ايوه السن طبعا. مدرسي كان فرق سن كبير، وخلاص انا طلعت بسرعه وبقيت بشتغل بقى معاهم. بقى بالنسبه لي انتي الفرو يعني. بتخيلي بقى، بس لا هو الفرو خدي بالك في الاخر احنا في مجالات مختلفه. لو احنا في نفس المجال هتوصلي اللي انا بقوله ده خلاص. ما هو بالنسبه لي كان هير فلان وخلاص، انا هو على ترابيزه واحده خلاص هبقى زمايل، امر واقع اقبل خلاص. قعد حبه كده مش كده كده خلاص بقى مبسوط جدا يعني، وبقى خلاص العلاقه بقى الصداقه بقى خلاص. انسى موضوع الطالبه والمدرس ده، الموضوع ده بقى لازم خلاص مش هنعرف نشتغل بقى، مش هنفضل كده واقفين في الزون دي. انتي اشتغلتي بقى في حاجه تانية غير التدريس، او بلاش نقول شغل، يعني مثلا كان في حاجه تطوعيه مثلا قمتي بيها او حاجه زي كده؟ بصي لو بتتكلمي عن الالماني كعمل تطوعي، ما فيهوش مجالات تطوعيه قوي غير في مصر، اوكي، غير ان انت تدي كورسز فور فري للناس اللي هي، او تعملي مثلا تريننجز، تعملي حاجه اسمها شبراخ كافين، انت تفتحي كده او تفتحي راوند لانجوج كونفرزيشن، يلا زي انجلش كلاب كده. بالظبط زي الانجلش كلاب، هي جيرمان كلاب بيبقى احيانا اسمه كده. بس في حاجه سبيشال كده انا عملتها، يعني معرفش هو تسهيل ربنا وصلت لها، ان انا بسبورت نيو مسلم الجيرمان، سواء اونلاين الناس اللي هي داخل اسلام جديد في المانيا، طبعا ده شريحه كبيره جدا، يا اما اونلاين بسبورت الفيميلز النيو مسلم
يا اما اونلاين يا اما في حاجات تانية اوفلاين يعني بدون الدخول في تفاصيل. فده حلو عمل أوي ده. تطوعي تماما بعمله بحب، وبيفيدني بقى في الالماني. اصلا انا بتوغل بقى جوه الاسلامك رولز، ببقى محتاجه ادرس عشان ما ادهمش انفو غلط، او اقرا كويس جدا عشان خلاص ده واحد بياخد منك انت المعلومه، فانت شايله انت عندك مسؤولية صعبة. مسؤوليه كبيره جدا. اللي هو انت خلاص، هو لو اتعلمها من غلط وهيعيش طول حياته بيعمل ذنب انت اللي شايلاه اصلا، هو خدها منك في الاخر. مسؤوليه كبيره. مسؤولية كبيرة ما, وفيها انفو اعتقد كتيرة. ما هي جات لي عشان ما حدش راضي يشيل ما حدش وافق. يعني مش مسؤوليه، مش ما حدش وافق عشان هو وحش، ما حدش وافق اللي هو ايه انا مش قد ده. فانا لو انا يعني مش كل جيرمان سبيكر يقدر يوصل المعلومه، سبيشالي ان انا مش ازهر، يعني ما عنديش القوة ان انا القوة على الدراية بالاسلامك بالظبط الدراية العلمية ان انا اديله انفو دينية يعني بالتفاصيل قوي. كان لازم اقرا كتير جدا. وطبعا هم ما بيخشوش بتوغل قوي، يعني لحد بيبقى لسه داخل الجديد ده ما بيبقاش واصل اصلا بدماغه ان هو يتوغل قوي غير بعد فترة من دخوله الاسلام. بس لا يعني ساعدني ان انا اعرف عن ديني اصلا، وانا مش هديك وانا مش فاهمه بره عن اللانجوج بقى. يعني انا خلاص انا في الاخر وسيط لغوي، ما انا مش هترجم لك غلط، وانا لو انا مش فاهمه هترجم حرفي فخلاص. فانا لازم افهم عشان اعرف، عشان اديك المعلومه بقى باللانجوج صح. فهي فادتني قبل ما هي تكون حاجه بتفيد حاجه. نرجع بقى للألماني، ايه الحاجات اللي ممكن تساعدني ان انا انطق صح؟ يعني ازاي انطق صح في الألماني؟ بصي هو اي لانجوج الستارت بتاعها من ودنك. انا دايما بقول كده، يعني عايزه اتكلم صح انا مش هبتدي بعيني، مش هقرا، مش هبتدي بقي ان انا اتكلم على طول، لان انا معيش سورس اطلعه من بقي. فهي اول سورس واصح سورس هو ودنك. اسمعي كتير كتير. انا النصيحه دي بقولها لكل الناس في كل الليفلات، مع ان في ناس بتقولك لا طب من ليفل كبير. ايوه ليه مش ليفل صغير؟ طب ايه اكتر حاجة بتضايق الناس في النطق او بتطلع معاهم غلط دايما؟ طبعا الشين اللي هي ايش. الشين الالماني غير الشين او الشين بتاعتنا بتاعتنا هنا في مصر، انها بنفتح اسناننا وبنطلع شويه هواء. قصه حزينه بقى ايام ما كنا بنشتغل بجينرس ليفل. انت اقنعي الطالب انه يطلع هواء ويحط قلم ما بين سنانه، وبيقعد كتير لحد ما يستوعب ان هي مش شين عاديه. الحاجات المركبه اللي فيها شين وخاء كتير، شلاشت مثلا، شيشتين ورا بعض، هي كلمه. فهي اللغه سوليد وقويه. ايش اللي بديش افتكرتيها. افتكرت حاجه بالنطق الصح وبنفس الهواء وبنفس الحلو. فطبعا الكلمات المركبه الطويله اللي هي فيها اكتر من شين وخاء وبتبقى فهو كحد مبتدئ او لسه في الاول او مش متمكن في اللغه، مش عارف يقول على بعض، فبيعانوا طبعا. فبقعد اقول لهم اسمعوا كتير، يعني حطوا الكلمه اللي مضايقاكم اسمعوها كتير، اسمعوها في كونتنت، قولوها في جمله وهكذا. طيب هل في تطبيقات ممكن تساعدني على ده؟ في تطبيقات كتير في الالماني اهمهم بالنسبه لي انا شخصيا كنت بتعلم منه زمان يعني، وحلو لكل الليفلات. هو اسمه دويتش فيلا دي في، ده ليه ابلكيشن وليه ويب سايت. ده فيه كل دويتش فيلا اللي هي دويتش واللي بتقول عليها او دي دبليو بالانجلش، في كل حاجه، في فيديوز، في امتحانات، في ماتيريالز. تسيب لنا السورسات بقى ده سورس يعني، ده سورس قابل لكل الناس فور فري تماما يعني. وفي كل ليفلز. في ديولينجو ده للمبتدئين لطيف خالص بقى، فيديوهات بالجمل اللي ليها علاقه بالليفل عشان انت ما يبقاش صعب عليكي قوي، في نفس الوقت ما يبقاش ويك او فيك انه ايه ده يعني. في جوتا عامل ابلكيشن لطيف خالص وبيبقى مفيد قوي لو حد عايز يمتحن، A1. حلو قوي. او في ماتيريالز كتيره جدا لتحضير الامتحان وامتحانات سابقه تتمرني عليها يعني. في دويتش ليرنن، في ابلكيشنز كتير قوي هديكي اللينكس بتاعتها. حلو. مفيده، بس ده مش معناه ان انا بسبورت سيلف ستادي، دي حاجه بتسبورت انه انا بدرس ما بقاش ليا ماتيريال كتاب ومحاضره وانستراكتور. يعني ان انا عايزه اشتغل على نفسي، عايزه اسمع كتير، عايزه اقرا كتير، عايزه اشوف فيديوز، يبقى معايا سورس اكتر من سورس. بالظبط. انت قلتي لي ان الالماني عامه اثر على البرسوناليتي بتاعتك بقى، انت كايمان مكسوفه وانا بقول لك مش مهم قولي انا عندك النهارده. ازاي ده بقى اثر عليكي؟ يعني اشرحي لي الموضوع بشكل كلانجوج ولا كشغل؟ يعني اللانجوج اللي اثرت عليا ولا الشغل؟ ثقافتهم عامه. بصي هما اكتر حاجتين يعني ميزه وعيب. ميزه ان انا مسؤوليه، يعني احنا عندنا ميتنج 7 ف7 ل5 كلنا ريدي. تمام. اوكي
تمام. عندنا تصوير الساعه 12 فانا هتلاقيني 11 موجوده مثلا. بس مثلا دي بجد لو اي حد فعلا بيتعلم الماني، هو فكره الانضباط دي ان انت تكوني شخص بيونكتليش، يعني ما تفكريش، انت بتبقي غصب عنك، وده بقى ميزه وعيب. فدي فعلا بقى عيب ان انت بتعاني مع المينتاليتي المصريه والكوميونتي المصري، انه تحسي طب ايه ده قله احترام ليا، ده بجد بقى سيبك من الهزار، انه فعلا طب مثلا بقفش بقى خلاص مش هروح تاني. لا، مصريين والله ما مش بالظبط يعني فاهمه، طب انت عارف ميعادك ما انت اللي حاطط الميعاد. مصري. بالظبط. التفصيله التانية هو تفاصيل بقى، ان انت بتهتمي بالتفاصيل. الحاجه التانية بيخليكي خلقك ضيق غصب عنك. ايه اصعب قرار اخدتيه في الكارير بتاعك عامه؟ يعني بعد 5 6 سنين كده او اكتر كمان 7 سنين من انا كنت خلاص بقى وصلت للطب في المجال وخلاص، انا كنت حاسه ان انا اخدت كل اللي انا عايزاه من مجال التدريس والكورسات وكده. جت عليا فتره بقى خلاص انا هعمل شيفت كارير. كان شيفت كارير لحته غريبه جدا عن شخصيتي. يعني انا دلوقتي حاليا بشتغل كونتنت اديتور لاكونت كده تكنيكال، اصلا تكنيكال سبورت، مجال بقى سوفت وير واي تي وبرمجه وحاجات كده مالهاش علاقه اصلا بالالماني، بس هي الشركه الماني، يعني الاكونت الماني بيتعامل مع شركه في المانيا، فبالتالي انت بتسبورتي بالجيرمان لانجوج، فبيحتاجوا ناس بتتكلم جيرمان. فانا بقى اعمل اخلي الكورسز هي السايد وورك، وان يبقى المين بتاعي حاجه ليها علاقه بالاي تي. كان قرار غريب بالنسبه لكل اللي حواليا، وكان ليا انا في الاول شايفاه صعب جدا. يعني ازاي هبقى من حد بيدي انفوز وانستراكتور او محاضر او بدي محاضرات عاديه وتفر المكان فين، لان انا بقى هبقى يعني بشتغل في الاي تي. كان قرار صعب جدا، بس بعد ما دخلته ده كان احسن قرار خدته في حياتي، لانه لما بتفضلي على وان واي خلاص انت جبتي الطب فيها ماذا بعد. لما تفضلي زي ما انت خلاص بيجي ناس بيطلعوا فوقيكي وبيبقوا شاطرين هم كمان زيك، انت مش هتفضلي انت كده. يعني في جنريشنز وفي ناس بتتخرج وفي ناس شاطره وفي ناس دخلت نفس المجال، فخلاص فانت هتفضلي زي ما انت خلاص. فلما بقى الاتنين مع بعض لا فرق معايا وفرق حتى في شخصيتي. يعني دلوقتي هو انت بتشتغلي ايه؟ انت انهي فيهم؟ او انا الاتنين. هو الصعوبه هنا انت ازاي ايه اللي تخليه المين وورك وايه السايد وورك. كان قرار صعب جدا، بس بعد سنه من القرار ده انا الحمد لله انا راضيه جدا وانا شايفه ان انا بقيت مميزه في الحته دي. حلو قوي. ان انتي بتعرفي انا انستراكتور اوكي، حطيني هشرح، اديني توبيك او حاجه ليها علاقه بالسوفت وير والاي تي فاهميه، هعرف احله لو مشكله. وفكره ان انتي اللي بتعملي الكونتنت، يعني المشكله دي اوكي هات المشكله وانا هكتب لك خطوات الحل بالالماني عشان تعرف تحلها. ما انتي هتبعتي الستبس للشخص اللي عنده مشكله فهو الماني اصلا، وهتقولي ممكن ابعتها له انجلش، ما هو انجلش كان هيجيبها من جوجل، انا كده ايه لازمتي جوجل عنده ترابل شوتنج. فان انا ببعت له بقى انت ازاي تحل مشكلتك دي او انا احلها له. الستبس ككونتنت اعمله الماني كان تشالنج تالت، ان انا اعمل ميكس ما بين النولج اللي انا خدتها بالاي تي في الاي تي او كمجال تكنيكال، وان انا بقى اميكس ما بين الجيرمان لانجوج. انا في الاخر الاول كنت جيرمان لانجوج بس انا بديك لغه، ما فيش اي حاجه تانية بتشتغل في المخ ان انا بسبورت يو في ان انت تتكلم. فكان تشالنج حلو جدا وصعب في نفس الوقت. في مجال التدريس عامه كنت انت بتحسي ان انا انجزت او عملت انجاز؟ لما بلاقي ناس تسافر بيكلموني هم هناك. يعني كان لسه في شات جايلي قريب من 3 ايام، هو ولد دكتور صيدلي وراح هناك عمل معادله وامتحن وعايز يشتغل هناك صيدلي. لسه بعيد امبارح قال لي فراو انا كنت بامتحن اخر امتحان في النقابه ووقفت كده في زون، انا كنت عايزه اكلمك لايف. قلت له كان ايه اللي حاصل؟ قال لي اللي بيمتحني طبعا كلهم هناك جامعه كلهم ناس الماني يعني كده. قال له انت بتتعلم الالماني فين؟ الاكسنت بتاعتك مش مصري او مش عربي، يعني انت مش مبين لي ان انت متعلم الالماني. لما بلاقي حاجه كده بنسى بقى. يعني مثلا عبد الرحمن ده تعبني جدا في الكورس جدا، يعني من الشخصيات ده هو كمل واللي هو ده عايز يسافر فخلاص هو هينجح. احنا نقعد بقى ان هو نتخانق سنين هو لازم ينجح خلاص هو مسافر. تعبني جدا خلاص. يعني هو وانس ان قال لي كده قلت له يعني اكتب لي بقى الفيدباك دي بصراحه كتير بقى. يعني وانس ان الشخص خلاص وصل اللي هو عايزه معاه. في ناس بتتكلم وجايين ياخدوا الكورس عشان يشتغلوا، في منهم مثلا معايا في الاكونت اللي انا بقول لك عليه ده اصلا فاللي هو كان بياخد عندي كورس على فكره. رايح جاي انت نسيت نفسك على فكره قول لي يا فراو. لا بالعكس بتخانق معاهم والله. فان هو الشخص يوصل اللي هو جاي تارجته ايه معايا، وانس انا عرفت اوصله انا مش عايزه حاجه تاني. لو كان في كارير تاني كان ممكن تشتغلي فيه بعيدا بقى عن الالماني خالص؟ بصي هما حاجتين.
يعني انا لو انا مش هشتغل تيتشر، مش هشتغل في الالماني وحاجه اكاديميك اصلا، هفتح مطعم عشان انا بحب الطبخ اصلا. جدا. مم. ويعني بحبه فعلا، يعني هفتح مطعم وانا هطبخ بايدي للناس، مش هيبقى مجرد بروجكت او حاجه على نقيض تماما. يعني بصي انا الشخص كده حسيتك ان انا ست بيت وحد بيحب الطبخ، نقيض تماما بقى. كنت ابقى ضابط جيش ومشيت في الموضوع على فكره وما كملتوش والله، مش بهزر. اديني مثال للكلمات الصعبة او الجمل الصعبة في الالماني عامة. بصي احنا اتفقنا ان هي اللغه سوليد وقواعدها كتير وكلماتها مركبه، يعني صعب تلاقي كلمه فاين كده بسيطه كلمه. من الحاجات اللي هي طبعا في كلمات كتير بس دي ليفلات عاليه قوي. من الكلمات اللي هي بتقابل مثلا ليفل ال A2 ال B1، مثلا جيشفندشكايتس بكرينسونج، كلمه مركبه بتتكون من جزئين، اللي هي الحد الاقصى للسرعه. طبعا بياخدوها في الارتس بي اينس اللي هو عشان يفهموا ان العلامه دي ان هو ما يعديش ال60. يعني هي حاجه المفروض في ليفل قليل جدا. اقنعيه بقى ان دي كلمه ومفروض ينطقها، وينطق الجيزفيندشكايتس بكرينسونج، يعني الزد والشين يعني يعني هي من الكلمات، كلمات صعبه، كلمات صعبه كتير جدا. بس انا يعني في كلمات في الليفلات القليله بتبقى صعبه برضو عليهم مع انها في اللانجوج عادي، بس هي صعبه مركبه. فدي اللانجوج، يعني هي دي عنوان اللانجوج، الكلمات معظمها مركبه ومعظمها طويله. لو حد ممكن نقول عليه مش مركز، مش هنقول مش مركز، هنقول ان دي سكند، يعني حاجة سكند بيعملها في حياته، بيتعلم ألماني وبيستارت. اوكي. ممكن تردي انت اصلا. ممكن تعملي ايه؟ ياخد وقت قد ايه يعني عشان يوصل خدتي وقت قد ايه يا ميرنا؟ لا بلاش ميرا. اصل ايام الدراسة، مبقاش في وقت. ايام بقى الشغل مبقاش في وقت. مبقاش في وقت اكتر. بصي ما هو دي بقى نقطة بقابلها مع كل الطلبة اللي بيجوا لي ياخدوا كورسات بجد. دي قصة حياة، مش نقطة. طب انت عايز تمتحن وعايز تنجح وعايز تتكلم وعايز تشتغل وعندك طموح كبير جدا مع الألماني، بتدي له ايه بقى انت؟ يعني ايه الحاجة اللي بتديها للألماني؟ ايه اديني كده. انا بقعد في اليوم او بلاش في اليوم، بير ويك ساعة، اديني كده. بيقعدوا يحسبوا بيلاقوا ان هم مش بيدوا له وقت. طب ما هو انت لازم تفضي انت عشان توصل لاي حاجة تديها وقت. طيب يعني مثلا لو قلنا ان هي حاجة سكند، تمام، وهنديها وقت، اوكي، تمام. مينيمم ساعتين في اليوم عشان تاخدي من الالماني، تبقي بتعرفي تتكلمي الماني حد ادنى واللغه معاكي مش جاست ورقه. مينيمم ساعتين في اليوم لمده سنه، ممكن توصلي لليفل البي 2 او البي 2 بشكل مرتاح وبشكل كويس. لكن ان انا ابقى باخد كورس مش بذاكر له مش هستفيد. ان انا اكون بسمع فيديوز كتير مش بحط قصادها مجهود مني مش هستفيد برضه. هبقى بسمع وبفهم، لكن هل بكتب؟ لا. هل بتكلم؟ لا. طب باخد كورس هبقى فاهمه القواعد، بس هل بتكلم؟ برضو لا. بسمع وبفهم قوي، مش 100% ولا حتى 80%. فهو الموضوع ميكس كومباينيشن كده على بعضه. انا هاخد كورس، انا هذاكر هديله وقت، انا هسمع، انا هعمل اكتيفيتي فبمعدل ساعتين في اليوم. الساعتين دول ممكن يبقوا في يوم، يعني قعدت الاسبوع كله قعدت يوم كامل بذاكره مثلا، يعني مش شرط كل يوم ساعتين، بس هو الافريج. ما عملتش كده يعني هوصل لمرحله انا مش مبسوطه، انا حاسه ان انا مش شاطر. والالماني يعني عشان تكملي لازم تبقي انت من جوه قويه فيه، حاسه ان انت انا عارفه، لكن تايهه فيه مش هيبقى عندك باشن تكمل. طب انتي في لحظة من اللحظات فكرتي ان انتي توقفي شغل خالص ألماني؟ يتعلق بالألماني؟ ياه كتير قوي والله. بجد. مين فينا في شغله ما عداش ان هو مش هيشتغل تاني؟ ايوه. بس يعني مع اللانجوج بجد، مع اللانجوج بيبقى الموضوع اللي هو ايه، بصي تعبتي طبعا بعد كده انت تصحي الصبح بتنسي اصلا اللي انت فكرتي فيه امبارح بالليل. اكيد. يعني امبارح بالليل الساعة قررت 12 بالليل بالظبط مش هشتغل الصبح، بصحى عادي جدا الساعه 7 عندي شغل عادي جدا، مش عندنا مشكله وبنكمل. بس لو بتبقي خلاص فعلا انت حاسه انت تدي مجهود وده فكرت فيه ونفذته بقى. ده فتره في التدريس انا قعدت مثلا 3 سنين موقفه تدريس تماما والله. تماما، خلاص مش قادره بشتغل بس كورسات التحضير اللي هو حد عايز يمتحن خلاص حاجه كريتيكال، وانا الفتره دي ما كانش في غيري بيشتغل في اسكندريه كريتيكال خلاص، اصلا كورس التحضير 8 محاضرات فانا هستحملك 8 مرات خلاص مفيش مشكله. اوكي انا هستحمل. غير الكورس اللونج تيرم اللي هو الاكاديميك بنقعد 3 4 شهور. كنت مش قادره بقى فعلا خلاص، ما عنديش طاقه ان انا اقف انتع من قلبي او ان انا ادي معلومات. طاقه الالقاء دي مجهود بره مجهود الشغل اصلا، ان انا ادي انفو او اشغل مخي ان انا اطلع معلومه ما حدش بيستوعبها غير اللي واقف مسك مايك وماركر اللي انا بقول ده. كبنت اسكندرانية بقى بمناسبة مسك كنت
نخش بقى في زون. قولي. ايه تأثير اسكندرية على الألمان؟ تخيلي، ما ده بقى كان حد لسه بيتكلم في الموضوع ده، هو نفسه إن يكون شخص اسكندراني بيشتغل مع ألمان وشخصية زيك، بيحصل ايه؟ تقول زي ما انت شايف كده، مش حد بيستحمل. صعب قوي يعني. صح، عندك حق، مين اسكندراني، شخصية اسكندرانية وألماني، الموضوع صعب. وانا ده انت تعدي على خلاص تست قبل ما بالظبط تجيلي يعني تاخد جوتة. صراع الجبابرة. في نهاية الحلقة بقى عايزاكي تدي نصيحة لأي حد عايز يدخل مش مجال التدريس على قد ما هو يشتغل على نفسه في الألماني. هرجع نفس النقطة، ان الألماني لازم تديله وقت كتير، وخاصة هتشتغلي بيه، فانت هتبقى وسيط لغوي في الآخر. انت وسيط لغوي ايا كان بقى مجالك، سياحة انت وسيط لغوي، مجالك تدريس انت وسيط لغوي، انت بتنقل اللغة من دماغك او من ماتيريال لطالب. بتشتغل كول سنتر فانت وسيط لغوي ايا كان الحاجة اللي بتشتغل عليها، سواء سلعة او اكونتس كتير افكار كتير، بس في الاخر انت وسيط لغوي. انت بلغتك بتنقل، بتعمل سيلز لحاجه معينه، بتبيع حاجه معينه، بتحل حاجه معينه، انت وسيط لغوي. فعشان توصل للقدره دي، تسمع وتفهم وتتلقى المعلومه وترجع ترد عليها بانفو برضو بالالماني. انت مش توصل بسهوله، الموضوع مش سهل، وفي نفس الوقت مش صعب، مش كارثي، مش مستحيل، بس هو محتاج وقت. وفي بقى ناس بتجيلك كويس، انت قلتي معلومات، عشان بيجوا لي ناس عايزين يشتغلوا، فروح احنا عايزين نخلص الالماني في 3 شهور. ايوه انا مش هدولك حقن، يعني ايه اديك لانجوج في 3 شهور؟ يعني انت لو تعبان وعايز تخف مش هتخف في 3 شهور. لو انت بتقرا كتاب وعايز تفهمه بالعربي، لو انت مش فاضي ممكن ياخد منك شهر ونص، شهرين، كل يوم تقرا صفحه مش عارف ايه وبالعربي، انت بس تقرا مع كتاب كده فور فن. انفو بقى مع لغه كامله، بني ادم عنده 30 سنه عايش في المانيا نيتيف، فانت عايز تقارن نفسك بيه كده، تتكلم زيه في 3 شهور. عارف لو اتعلم الالمانيه في شهرين، هم بقى جايين لي انا بقى كنت بشتري الكتب دي. ايوه، ما انا خلاص، احنا بص عرفنا احنا قاعد سنه ونص في الاخر طلعنا من غير خلاص بدانك. خلاص يعني. عارفه اللي هو ايه، عشان مرة وقت، عشان مرة زي مين ده، لا عشان مرة وقت لو سمحتي. زي مين في الالماني. سنه ونص في الاخر ناسيه. والله كنت طالعة بمحصلة حلوة، بس ما استخدمتهاش فراحت. فلا يعني طبعا ادي الالماني وقت كبير، هتبقى حاجه فيه وهيوصلك بيدوي. لو انت مش عايز تسافر، سوق الالماني او الجيرمان ماركت عامه كبير جدا في مصر. طب والالمان بقى عنصريين هناك؟ بصي هو فيه وفيه، يعني انا ضد ان انا اهيمن او يعني اعمم معلومه او صفه على شعب. يعني مثلا بيقولوا المصريين وتزوا، هل دي حاجه عندنا او عشوائيين؟ دي بجد الالمان واخدين الفكره دي عندنا جدا. هل كلنا عشوائيين؟ في ناس عشوائيه او شويه همجيه في السلوك، بس هل كلنا؟ هم في منهم عنصريين، والعنصريه احنا واخدينها بان هو، هرجع اقول لك تاني، هو منضبط، هو مهتم بالتفاصيل، فهو مش هيعمل حاجه غير اللي هو شايفها. انت تعالي بقى قدامه تشقلبي، هو هيعمل اللي هو شايفه. نرجع ان هو شخصيته قويه، منضبط، بيهتم جدا بالتفاصيل. احنا مش متعودين على الكالتشر دي، فانا بخش اقول له انت عنصري. هو مش عنصري، هو حر في نفسه على فكره. اصل انا ساعات ببقى زيهم. هل انا عنصريه؟ انا شايفه ان انا مش هعمل كده، انا حر، دي شخصيتي. فانت you can accept or reject. ده مش معناه انا عنصريه، ممكن تتعامل معايا ممكن لا. فهو الالماني بيتعامل كده على فكره. انا دي هويتي، دي شخصيتي، دي تفاصيل لشغلي. لو انت بتشتغل معايا دي تفاصيل شخصيتي. لو هي العلاقه مش علاقه شغل، كان اكسبت او ريجكت. هل ده معناه ان انا عنصريه؟ لا، هو عارف هو عايز ايه. في ناس كتير كده اللي انا لو في شعره بقى ما بين، نخش بقى الزون ان هو عنصري ولا نرجسي او حياه شخصيه. يعني طبعا في شعره ما بينهم، بس في ساعات احنا بنصنف الناس دي ان هم نرجسيين. هو مش نرجسي، هو عارف هو عايز ايه. اي كان بقى اكسبت او ريجكت. مش لكن هم لا، مش كلهم. تعاملوا مع ناس كتير، شريحه كبيره جدا من الالمان لا، ناس عارفه هي عايزه ايه وكويسين، وبالعكس في الهزار بيهزروا، بيلاقيكي شخصيه وفعلا يعني منضبطه في حياتك وخلاص. هو بالعكس ممكن يعني هو يفولو يو اصلا بقى، بس خلاص لقاكي انتي ماشيه على التراك اوكي. لكن عنصريين مش كلهم، فيه بس مش كلهم. انا مبسوطه جدا ان انت جيتي، وانا كمان ده يعني سبيشال جيست بالنسبه لي. انا مبسوطه ان انا شفتك اصلا، ومبسوطه بالحلقه، وحاسه ان هي فيها فاليو حقيقيه. وفكره ان احنا فتحنا توبيك اصلا مش دايما الناس بتفتحه، فكره السفر، فكره ان انا ازاي اصلا استفاد من لغه في الشغل، ان انا اعلي السالري بتاعي او اعلي الدخل بتاعي. دي بقت نقطه شايفه ان هي بقت نسيسري النهارده في مصر عامه.
فانا مبسوطه بالحلقه جدا. انا مبسوطه إن انا شفتك، ومبسوطه بالشغل، ومبسوطه بالتيم، ومبسوطه انتوا اكتف جدا، وكلكم يعني تيم مع بعض، فاهمين بعض، عارفين ايه الدنيا، سيستماتيك جدا. بالتوفيق يا ميرنا. بغض النظر عن الالماني. بالتوفيق. توفيق في بنش مارك. حاجه تانية لا، في بنش مارك، خلينا في بنش مارك، مش هندخل الالماني عشان يعني بنش مارك ذو قيمه دلوقتي، خلينا في بنش مارك. بالتوفيق في بنش مارك. شكرا ليكي، واستنونا في حلقه جديده ان شاء الله في مايند ماب.